فبالتالي الأزمة دي هي أزمة مادية وليست يعني هي أزمة مادية ما فيهاش أكتر من كده. جبتي لي دموع في عينيا، ما اقدرش مش وقته مش وقته. وهو هنتجوز عشان هو قال ان هو هيتجوز، فهم قالوا ان انا العروسه. ان انت هتتجوز بعد العيد. اكد لنا هتتجوز المعلومه بعد دي. رمضان او بعد رمضان. السلام عليكم متابعينا، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال. فضلاً اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، فهذا دعم كبير لنا لنستمر في تقديم محتوى مميز. دعونا نبدأ. في تصريحات حديثة على هامش مهرجان كان السينمائي، علقت المخرجة إيناس الدغيدي على الأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، مؤكدة أن الخلاف ليس مادياً كما يشاع، بل يتعلق بحقوق بوسي الأدبية والشرعية. أولاً أنا كنت صديقة مقربة جداً لمحمود عبد العزيز، وأنا طبعاً الجوازة يعني واضح. أنا آخر يوم هو كان جنبي جاري في الساحل الشمالي لمدة 2 سنين. أنا عايشة معاهم متواجدة، عايشة كل يوم أكل وشرب وفسح وكل حاجة. فبالتالي الأزمة دي هي أزمة مادية وليست يعني هي أزمة مادية ما فيهاش أكتر من كده. وعلى فكرة هي ما كانتش طالبة مادة، بس هي مش طالبة على فكرة الورث، لأن من أول يوم هي تعلم إنه هي مش هتورث. هي طالبة حقها الأدبي، إنه مش معقول تعيش العمر ده كله وبعدين تطلع إنها ما كانتش متزوجة، ويطلع محمود عبد العزيز شخصية مش مقبول اللي بيتقال عليه. لكن هي صدقيني مش طالبة فلوس، هي طالبة حقها الأدبي وحقها الشرعي اللي هي كانت عايشة فيه. فده شهادة للحق ومش للصحاب ولا لأي حاجة. أكدت يسرى أنها لا تزال تخشى من الحسد. يسرى تحدثت عن عمق العلاقة التي تجمعها بزوجها منذ الطفولة، مشيرة إلى أنهما يعرفان بعضهما منذ أن كانت في 7 من عمرها. شوفي جبتي لي دموع في عينيا، ما اقدرش. مش وقته مش وقته. خايفة من الحسد لحد دلوقتي، أنا طول عمري بخاف من الحسد، بس ربك الحافظ طبعا إن شاء ربنا الله. يعني يسعدكم. ربنا يحفظنا إن شاء الله البعض يا رب ويخليه. انتشرت شائعات حول وجود علاقة عاطفية بين الفنانة يارا السكري والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد تعاونهما في مسلسل فهد البطل الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي. ما مدى صحتها شاهد؟ ان انت هتتجوز بعد العيد. اكد لنا هتتجوز المعلومه بعد دي. رمضان او بعد رمضان كمان، ده في العيد يعني. لا يعني بعد رمضان، يعني بعد شهر رمضان، يعني ممكن بعد شهر رمضان بشهر، بعد شهر رمضان بشهر ونص، بعد رمضان يعني ده قصدي، مش بعد رمضان اللي هو رمضان خلص النهارده اتجوز بكره، ما قلتش كده. احمد العوضي بيحب حاليا قصه حب دلوقتي. ما انا هتجوز، ما انا هتجوز، فمعنى انا هتجوز يبقى تمام. وهو هنتجوز عشان هو قال ان هو هيتجوز، فهم قالوا ان انا العروسه. بس هم حسوا انه كده لانه وجه جديد. وكمان في حاجه غريبه جدا حصلت، انا ما فيش ما بيني وما بينه مشاهد رومانسيه. يعني انا واحده بتجوز واحد انا مش حباه ومش طايقاه، وهو مجبور على الجوازه دي. يعني كل يعني مشاهدنا مع بعض واحنا كده يعني مجبورين على بعض، حابين يشوفوا الاثنين دول مع بعض. التركيبتين الغراب عن بعض. فالناس ابتدت تاخد المشاهد دي انا وهو، اللي هي اصلا فيها انا ببص له كده وانا متضايقه ومش عارفه ايه كده، وابتدوا يحطوا لها موسيقى ويعملوها مشاهد حب، لان هم حابين يشوفوا كده. من هنا بقى طلعوا الاشاعه انه انا العروسه الجديده. طبعا الاشاعه طلعت على مغنيه الاغاني المسلسل، وطلعت على البنات اللي كانوا معانا في المسلسل كلهم. بس دي اكتر واحده يعني انتشرت قوي، يمكن عشان انا حاسه انه عشان انا وجه جديد.